الحلقة تبدأ بتصاعد الخلاف بين إبراهيم وعزيزة. أبو إبراهيم يكتشف استمرار عزيزة في طموحها الدراسة، أن الموضوع صار تحدي مباشرة سلطتها داخل البيت. الجو مشحون من البداية، هو واضح أن الخلاف مو جديد لكنه وصل للانفجار. المواجهة الحادة ويحصل نقاش قوي. عزيزة تتمسك بحقها في التعليم وأبو إبراهيم يرفض بشدة ويعتبره تمر. الحوار كان مليان قسوة وكلمات جارحة. المشهد يبرز صراع على الأجيال والفكر. لحظة الحرق المشهد الصادم في لحظة غضب. أبو إبراهيم يجمع كتب عزيزة، من بينها كتب الجامعة وأوراقها المهمة، يخرجها ويحرقها أمامها. المشهد كان مؤلم جدا. عزيزة تنظر بصدمة وانكسار. النار تلتهم حلمها قدام عيون. الكاميرا تركز على وجهها أكثر من النار نفسها. هذا المشهد رمزي قوي يقطع الطموح. انهيار عزيزة وبعد الحريق عزيزة تدخل في حالة صدمة نفسية، تبكي بصمت أكثر مما تصل. يظهر لأول مرة ضعفها الحقيقي، لكن في نفس الوقت في عيونها كان في تحدي. ردود الفعل داخل العائلة، بعض أفراد البيت يتعاطفون معها وآخرون يلتزمون الصمت خوف. أبو إبراهيم يبرر فعلته بأنه يحمي شرف البيت، والانقسام بدأ يتطور. أهمية هذه الحلقة أبرز الصراع بين التقليد والطموح. كشفت قصة أبو إبراهيم بشكل أوضح، غيرت مسار شخصية عزيز، مهدت تحول قادم في الأحداث. المشهد هذا صدمني فعلا. أبو إبراهيم لما جمع كتب عزيزة كنت أحسب إنه بيهددها بس، لكن لما بدأ يرمي الكتب في النار هنا قلت لا. اللحظة الحرق اللي قهرني مو بس إنه حرق وحرق حلمها قدام عيونها. كتب الجامعة وأوراقها تعبها كلها راحت في لحظة غضب. الكاميرا كانت مركزة على وجه عزيزة أكثر من وهذا الشيء كان أقوى من أي صراخ. هي ما صرخت كثير، لكن اللي كسر في عيونها كان يكسر القلب. أبو إبراهيم، خلونا نكون صريح، أبو إبراهيم هنا تعدى الحدود. هو يشوف إنه يحمي بيته، لكن اللي سواه كان قمع واضح لطموحه. السؤال، هل هو فعلا خايف عليها ولا خايف يفقد السيطرة؟ أقوى تفصيلة، أقوى لقطة بالنسبة لي لما النار كانت تأكل الكتب وعزيزة واقفة بس تنظر. المشهد كان يقول إما تستسلمين أو تولدين من جديد. بس إن هذه اللحظة راح تغير شخصيتها بالكامل. توقعي بعد المشهد؟ أنا متأكد عزيزة ما راح تسكت. اللي انحرق اليوم بيصير شرارة تمرد أكبر، ويمكن هذا المشهد هو بداية انقلاب في البيت كله. قولوا لي اللي تحت، هل أبو إبراهيم كان مع حق ولا اللي سواه ظلم كبير؟ ولا تنسون اللايك إذا المشهد قاركم زيي. ودعتكم الله وفي أمان الله.